او عسكريه او حتى تعليميه. وشوف بقى لما نص اقتصاد العالم يتواجدوا في حلف اقتصادي وعسكري مع بعض، تخيل ايه اللي هيحصل هناك. ثالث حاجه والاهم وهي بنك التنميه او بنك بريكس الجديد، والبنك ده تم انشاؤه سنه 2014 براس مال حوالي 100 مليار دولار، وكان هدفه بشكل اساسي ان هو يساعد مجموعه الدول الاعضاء في حلف البريكس في مشاريع التنميه المستدامه والبنيه التحتيه. والبنك فعليا عمل اكتر من 90 مشروع للبنيه التحتيه في الدول الاعضاء بحجم استثمارات يتخطى ال 32 مليار دولار. والحقيقه ان البنك ده اتعمل اصلا عشان خاطر يكون منافس للبنك الدولي اللي المفروض ان هو بيقوم بنفس المهمه من خلال مساعده يعني الدول الفقيره والمحتاجه، يعني عشان العالم يبقى احسن والكلام العبيط ده. والكلام ده طبعا مش هو الكلام اللي بيحصل في الحقيقه، ولكن ده اللي لازم يتقال في وسائل الاعلام. وتعالى اشرح لك بسرعه النقطه دي. اجتماع دول البريكس ده يا سيدي مش بتحضره بس الخمس دول الاعضاء، ده كمان بيحضروا اكتر من 50 دوله صديقه للدول دي، ما بين دول ناميه لدول فقيره لدول غنيه جدا في افريقيا. ولكن الدول دي ما عندهاش الامكانيات الكافيه ان هي تعمل مشاريع وتستفيد بثرواتها دي. فبنك التنميه لمجموعه بريكس هيكون هو الذراع الاقتصادي للمجموعه اللي هيبتدي يفرض نفسه بالتدريج من خلال